السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا اللي نناقشوا فيه ملف محسن متولي. فمحسن متولي مؤخرا فخلق ضجه ما بين الرجاء واتحاد طنجه. كيفاش؟ فمحسن متولي تكلمت بعض المنابر الاعلاميه وكذلك بعض الصفحات على اقتراب عودته لفريق الرجاء الرياضي لاكمال هذا الموسم والاعتزال بالفريق، وكذلك المشكل العالق بينه وبين اتحاد طنجه. فمسؤول في فريق اتحاد طنجه نائب رئيس فهو اكد بانه قرار ديال اللي اتخذه مكتب اتحاد طنجه كان هو انه جاء من بعد ما شافوا ان محسن متولي زاد في الوزن وخصو تدريب انفراديه خاصه عاد يرجع للمجموعه. نائب رئيس اتحاد طنجه فهو نفى بان يكون فسخ العقد مع محسن متولي. لذلك شفنا ان محسن متولي فهو اشتكى من عدم سماح له بالدخول الى تدريب فريق اتحاد طنجه. لذلك فكيف ما قال فهو حبس العسات وجاب مفوض قضائي. هذا الشيء اللي قال محسن متولي. نائب رئيس اتحاد طنجه فهو نفى هذا الامر وقال بانه فقط كان الطاقم التقني عطى اوامر باش انه تدرب بوحده كيفيه انفراديه حتى رجع اللياقه البدنيه لانهم شافوه بانه ثقيل في الملعب. لذلك فهذا هو المشكل ما بين متولي واتحاد طنجه. متولي كيقول بانه حبس العساس ما خلاش يدخل التدريب وجاب مفوض قضائي. نائب رئيس اتحاد طنجه كيقول بانه عطاوه تعليمات بانه يقوم بتدريب انفراديه باش انه يرفع من منسوب اللياقه البدنيه ويكون جاهز للمباريات. وموازاه بهذا فكاين بعض المنابر الاعلاميه اللي خرجت خبر بان محسن متولي بغى يفسخ العقد مع اتحاد طنجه ورجع يكمل المسار ديالو مع فريق الرجاء الرياضي ويعتزل فيه الفريق الام ديالو كيف ما قالوا. لهذا كنظن بانه نسبه عوده من محسن متولي الى فريق الرجاء فكتبقى ضئيله وضئيله جدا. علاش؟ لان هذا المكتب حاليا فهو كيدرس بعض الملفات ديال بعض اللاعبين اللي يقدروا يعطيو الاضافه. كنقولوش هنا بان محسن متولي ما عطاش الاضافه، ولكن تنظر بان المدرب فاضلو ما عطاش الضوء الاخضر باش ان فريق الرجاء يفاوض محسن متولي. لذلك فهاد الانباء كتبقى غير مجرد اجتهادات ديال بعض الصفحات او بعض الاعلاميين. محسن متولي كنظن بانه هو باقي لاعب ديال فريق اتحاد طنجه على ما قال نائب رئيس. ما كاينش قرار فسخ العقد. كاينين هناك بعض الاشياء اللي نائب رئيس ديال اتحاد طنجه قال بان خص محسن متولي يحترمها. هذا الشيء كله جا من بعد ما فريق اتحاد طنجه فهو فسخ العقد مع هلال الطير مدرب الفريق من بعد ما فاز على نهضه بركان في اخر جوله ديال البطوله، الجوله الثامنه. من بعد وقبل كان حقق نتائج سلبيه بزاف، تعادل بزاف وخسر بعض اللقاءات. لذلك اول فوز حقه فريق اتحاد طنجه كان على حساب بطل الدوري الموسم الماضي اللي هو نهضه بركان. ومع ذلك فتم فسخ عقد هلال الطير. وملي تم فسخ عقد هلال الطير بعض الصفحات فربطات مغادره هلال الطير بمغادره متولي ايضا. هذا الشيء هذا اللي شفنا في الايام الاخيره بخصوص علاقه محسن متولي بفريق اتحاد طنجه. الى حد الان ما يمكنش اننا نعرفوا واش غادي يفسخ ولا ما غيفسخش. علاش؟ حيت اصلا البطوله متوقفه والميركاتو باقي بعيد شويه. لذلك فهذا الشيء اللي كاين بخصوص علاقه ملف محسن متولي وفريق اتحاد طنجه. كنظن بانه ما كاينش مفاوضات رسميه بين محسن متولي والرجاء. فقط هناك بعض الصحفيين اجتهدوا ورغبه اللاعب ايضا تقدر تكون وصرح بها هذا الصحفيين، ولكن شي حاجه رسميه فما كايناش. هادشي علاش الاخوان حنايا تنحاولوا نجيبوا الخبر الموثوق كيف ما كتعرفوا، وكنحاولوا اننا ننوروا الجمهور الرجاوي او الجمهور المغربي الحقائق اللي كاينه، وما كنبغيوش نمشيو مع الموجه ونكتبوا عناوين كما تنقولوا رنانه باش نجلبوا مشاهد. حنا الحمد لله عندنا الثقه ديال الجمهور، كنحاولوا ما امكن ان نكونوا منطقيين واقعيين وما تغلبناش العاطفه في بعض الاحيان. الى هذا الحين اخوان كنضربوا لكم موعد في فيديو اخر ومع ملف اخر. وقد